نتحدث عن المشاركة العربية في هذه الكأس، كيف وجدتها؟ طبعا الأهلي المصري يفوز في المركز الثالث بعد فوزه على النادي الياباني أوراوا ب4-3. كيف شاهدت أداء الأهلي؟ والجميع ممكن بعد فوزه على الاتحاد في دور الثمانية توقع أن يكون في المباراة النهائية، لكن حصل ما حصل في مباراة فلومنينزي. يعني هي المشاركة رقم 9 بالنسبة للأهلي المصري، حقق 31 هدف، هو ثاني أقوى خط هجوم في هذه المسابقة بعد ريال مدريد الذي تخطى 40 هدف. هذا اللقب الرابع له في نفس الميدالية البرونزية. الفيفا كتبت عن النادي الأهلي. نعم. هذا نادي عريق جدا، نادي يعد من صفوة الأندية العالمية وليس الإفريقية، هو رقم 1 بإفريقيا. شاء من شاء، أبى من أبى. البعض يقولون أن النادي الأهلي بعض بطولاته جاءت بالصدفة، البعض قال أن التحكيم ساعدنا. نادي الأهلي نادي عريق جدا، تأسس منذ القدم حتى عندما تغيرت كل القوانين بالنسبة لإفريقيا حتى يومنا هذا 2023، والأهلي هو الأهلي مسيطر ومهيمن على الكرة الأفريقية، يقدم نفسه بشكل جميل جدا وأخاذ، والأسماء تتغير، لكن الأهلي المصري هو الأهلي المصري، وبفرح جماهيره وبفرح كل العرب، وإحنا سعيدين جدا في ما يقدمه هذا النادي حقيقة. يعني أنت هذا اللقاء الثاني له مع الأندية اليابانية بالعلامة الكاملة. صحيح. استطاع الفوز على الأندية اليابانية، واستطاع دائما وأبدا أن يهزم الأندية الآسيوية منهم الاتحاد الذي سنتحدث عنه الآن. مبارك للنادي الأهلي، ومبارك لنا وجود نادي عربي كبير مثل الأهلي المصري.